بيبدأ فيلمنا في الغابة في عز البرد، وكان في ديب مستخبي ورا الأشجار، وبنعرف إن في قناص جامد آخر حاجة معاه حفيده اللي عمره 6 سنين وكان بيعلمه الصيد. الطفل كان اسمه فاسيلي وكان خايف جدا، بس جده كان بيشجعه بكلمات تحفيزية، وكان جايب الخيل بتاعه وربطه بشكل كطعم للديب علشان يقدر يصطاده. وبالفعل الديب بيشوف الحصان وبيجري يهجم عليه، والجد بيزعل حفيده علشان يصوب على الديب، لكن للأسف ايد فاسيلي كانت بترتجف من شدة الخوف، ومع زعيق الجد ليه بيضرب بالنار. وبينتهي المشهد على كده يا صديقي. ومع مرور سنين كتير بنشوف فاسيلي مع جنود كتير كانوا رايحين يحاربوا لصالح روسيا، وعينه بتقع على بنت كيوت اسمها تانيا وبتسحر جدا بجمالها، لكنه بيشيل عينه من عليها اول ما بتبصله. وبعد شويه الستات والاطفال اللي كانوا راكبين بينزلوا لمكان امن ليهم بعيد عن الحرب، ومش بتبقى الا الجنود اللي كانوا في طريقهم لارض المعركه. وبالفعل القطر بيتحرك بيهم على هناك، ولما بيوصلوا الباب بيتفتح، وقتها الجنود اتصدموا من قوه المنظر ومن الدمار اللي هيواجهوه، وبيبتدوا انهم يركبوا المراكب اللي هتعديهم للناحيه التانيه للعدو اللي مستنيهم. وكان في ضابط بيقول لهم كلمات تشجيعيه انهم ما يخافوش وانهم هيكسبوا، ولكن للاسف كان بيتم ضربهم بالقنابل من الالمان لحد ما المركب اللي جنبهم بتتفجر وكل اللي فيها بيموت. وقتها الكل بيخاف وبتنتشر حاله رعب وقلق في المكان، وبيتم ضربهم بالرصاص من طيارات العدو اللي قتلت شويه منهم بدون اي رحمه. وقتها الجنود كانت خافت جدا وبقت تهرب وتنط في الميه، لكن الضابط اعتبرهم خاينين وكان بيقتلهم واحد ورا التاني رميا بالرصاص. وفي الاخر بيوصلوا للمكان اللي هيحاربوا فيه، ومش عايز اقول لك بقى يا صديقي ان المنظر كان يرعب حرفيا. المكان عباره عن دمار شامل، ودخان الذخيره والاسلحه والنار كانوا ماليين المكان، غير الجثث بقى اللي ما اقولكش عليها اللي كانوا بيشيلوها. وبعد كده بيتم توزيع الاسلحه عليهم، والنظام كالاتي: واحد ياخد سلاح والتاني يمشي وراه علشان معاه سلاح، لو مات التاني ياخد سلاحه وهكذا. وبعد ما كل واحد بياخد سلاحه بيتم الهجوم على العدو، لكن للاسف كانوا متفوقين جدا على الروس من حيث عددهم الكتير والاسلحه الفتاكه، وعلشان كده بيتم قتل عدد كبير جدا من الجنود الروسيه، والمكان كله بيتحول لخراب، لدرجه ان واحد من الجنود قال بصوت عالي: الكل يرجع وينفذ بحياته. وفعلا بيبداوا ان هم يجروا ويهربوا، ولكن الضباط بيعتبروا انهم خونه وجبناء وضربوا عليهم نار وقتلوهم بلا رحمه. وبعد وقت طويل من الاشتباك وضرب النار بين الطرفين بتتحول ساحه المعركه لكوم كبير من الجثث. بعد كده بنشوف عربيه صغيره بيتم اطلاق النار عليها وبتتقلب بالشكل ده، وكان فيها منشورات، وبيخرج منها ضابط روسي وبيدخل النافوره بسرعه وبيستخبى وسط الجثث من الالمان اللي كانوا بيدوروا عليه. وفجاه بيظهروا وهم بيمشطوا المنطقه كلها وبيضربوا على الجثث نار علشان يتاكدوا انهم ماتوا. وبعد ما بيمشوا بنشوف الضابط اللي كان بيتحرك، والحمد لله الرصاص ما كانش طاله، وبياخد سلاح من وسط الجثث وبيحاول انه ينشن على الضابط الالماني اللي موجود في المكان مع رجالته. وفجاه بيسمع صوت من الجثث وبيكون فاسيلي اللي كان لسه في الروح، وهنا السلاح اللي مع الضابط كان فيه حاجه بايظه، ففاسيلي بياخده منه وبيصلحه. وقتها الضابط بيقول له ان المسؤول الالماني بيستحمى وانه مش عارف يقتله من الاول. فاسيلي قال له في صوت انفجارات وانه يستنى صوت انفجار وينشن على المسؤول الاول عشان الرصاص تبان ان هي من الانفجار عادي، ولكن الضابط بيتوتر. وهنا فاسيلي اخد منه السلاح وقال له: عنك انت، اركن على جنب، انا اللي هخلص الليله ديت كلها. وبالفعل بياخد السلاح وبيبتدي ان هو يصوب على المسؤول الالماني ويضرب نار عليه في نفس وقت الانفجار، فمحدش من رجالته حس ان هو اتقتل اصلا. وبعدها خلص على رجالته واحد ورا التاني بكل سهوله، لدرجه ان الضابط اللي معاه استغرب من براعته في التصويب وقال عليه قناص هايل. وبياخده معاه المقر السري للمطبعه الخاصه بالجيش الروسي، وبيكون كتب وطبع اللي حصل من شويه. والمنشورات كانت عباره عن فاسيلي الشاب اللي من قريه واللي قدر يقتل 5 ضباط المان في اقل من 5 دقايق. وبيعرف فاسيلي ان اسم الضابط داني، وانه المسؤول عن كتابه المنشورات التحفيزيه علشان تشجع شعبه في ظروف الحرب اللي هم فيها. ومن هنا بيظهر مبعوث الرئيس اللي قابل الضابط الاعلى للجيش، وكان باين عليه التوتر جدا، وبيقول للمبعوث انهم مش هيقدروا يقاوموا كتير قدام العدو اللي عددهم كبير جدا، ده غير اسلحتهم الفتاكه بقى، وان عندهم دبابات وطيارات ومدافع، اما احنا على الله حكايتنا وما عندناش اي حاجه. من هنا المبعوث اتضايق من كلامه جدا وقال له الظاهر كده ان الرجاله فعلا ماتوا في الحرب، وبيديله سلاح وبيقول له يقتل نفسه بنفسه قبل ما الخوف هو اللي يقتله، وبيسيبه وبيخرج بره لباقي الضباط. واثناء كلامه معاهم بيسمع صوت ضرب النار، وبيكون الضابط الاعلى قتل نفسه فعلا. وهنا المبعوث كمل كلامه ولا كأن اي حاجه حصلت، وبيسأل الموجودين ايه اللي خلى الشعب والجنود دايما فيهم الامل ومحدش فيهم يحس باليأس. وقتها الضابط داني قال له ان بالمنشورات بتاعته يقدر ان هو يزرع فيهم الامل من تاني، وده عن طريق قناص فاسيلي اللي هيبدا ان هو يصطاد العدو واحد ورا التاني، وكل ما يقتل فيهم داني هيكتب على اللي بيعمله بالحرف وبالملي، وده هيخلي الشعب يعرفوا ان عندهم بطل ويحسوا بالامل. الفكره بتعجب المبعوث
مبعوث جدا وبيراقي الضابط داني، وكمان بيراقي فاسيلي من جند عادي لقسم القناص. وفعلا الفكره بتتنفذ، وبنشوف فاسيلي في اول صحيفه من الجريده وفي المنشورات، وداني بيعرفه ان ده مش حلم وانه حقيقه، وانه خلاص بقى بطل الشعب والجنود والكل حاطط امله فيه. بيفرح فاسيلي جدا بالخبر وبيفضل يهزر مع داني، وبيبان انهم خلاص بقوا اعز اصحاب. بيتم توزيع المنشورات وبتوصل للشعب، وبيعرفوا انه بطلهم فاسيلي اللي هيقضي بسلاحه على العدو، والامل بيرجع لهم من تاني. من هنا بنشوف فاسيلي اللي كان بينشن على واحد من الاعداء لكنه بيتراجع في اخر لحظه، وده لانه لقى جندي غلبان ملهوش في اي حاجه. وهنا بيسمع صوته وبيكون لطفل اسمه ساشا، بيكون عارف ان ده فاسيلي القناص العظيم، وبياخده معاه لبيته وبيسلم على مامته اللي كانت في قمه سعادتها لان فاسيلي موجود عندهم. وشويه وبيوصل الضابط داني وبيسلم عليه هو كمان، وبيكون جاب معاه منشورات ورسائل كتير، وبيخلي فاسيلي هو اللي يكتب. ولكن فجاه الباب بيخبط، والمفاجاه ان هي بتكون تانية البنت اللي فاسيلي شافها في القطر واتسحر بجمالها. بتسلم عليه وبتعرف انه البطل فاسيلي، وبتسلم كمان على داني اللي باين قوي من نظراته ان هو كمان معجب بيها. في الوقت ده بيوصل لاشهر قناص الماني محترف على اعلى درجه من النشان، بيكون قاعد في القطر زي البرنس كده، ولما بيشوف ضحايا الحرب في القطر اللي جنبه بيتضايق وبيشد الستاره وبيخرج سيجاره اللي كانت مميزه بالطرف الذهبي. المهم بيوصل القناص الالماني للمسؤول، ومن كلامهم بنعرف انهم جايبينه مخصوص لقتل فاسيلي اللي عمال يقتل في جنودهم زي الفراخ، وظابطهم لدرجه انه رعبهم حرفيا ومخليهم دايما متوترين. ولما بيسال القناص ازاي هتقدر توقع فاسيلي، رد عليه بمنتهى الذكاء وقال له ان هو هيخلي فاسيلي بنفسه هو اللي يجي لحد عنده. وبعد مرور كام ساعه الجنود بيصحوا فاسيلي وبيعرفوه ان في مشكله في المخزن وانه لازم يتوجه لهناك حالا. وبالفعل بيروح هو واصحابه على هناك، وبيقدر ان هو يقتل القناص اللي موجود في المخزن، والخوذه بتاعته بتقع من الشباك. من هنا فاسيلي بياخد واحد من الجنود وبيسيب التاني لتامين المكان، وبيدخل للمخزن علشان ياخد متعلقات القناص اللي قتله، وما يعرفش ان ده فخ معمول له من مين؟ القناص الالماني اللي كان في الشباك. ويقدر ان هو يصطاد الجندي اللي فاسيلي سابه وبيقتله بطلقه واحده من سلاحه. بيدخل فاسيلي مع صاحبه للمخزن وبياخد لفه فيه بكل حذر. وقتها القناص الالماني بيبان وهو بيغير مكانه بسرعه وبيستخبى منهم وسط الهدوم اللي كانت متعلقه. في الوقت ده صاحب فاسيلي بيشوف تمثال على الارض ومعاه سلاح، وعلى طول بينادي على فاسيلي وبيعرفوا ان ده فخ معمول له. وقتها فاسيلي بيشوف سيجاره مرميه على الارض وبيكون اخرها طرف ذهبي، ودي طبعا بتكون للقناص الالماني. وفجاه طيارات العدو بتوصل وبترمي عليهم قنابل ومتفجرات بتدمر المخزن حرفيا. فصاحب فاسيلي بيتوتر وبيجري علشان يهرب، وبالرغم ان فاسيلي حذره بانه ما يتحركش من مكانه الا ان هو ما سمعش الكلام، وللاسف القناص بيصطاده وبيقتله بكل سهوله. وبعد مرور فتره من الوقت بنشوف القناص الالماني وهو بيشوف صور وبطولات فاسيلي اللي عامله لهم قلبان، وكان ساشا هو المسؤول عن تلميع الجزم للعدو، وكان بيترجم اللي مكتوب في الجرايد للقناص الالماني. وبمنتهى الغباء بيعرفوا ان هو شاف فاسيلي على الطبيعه ند بند كده ولمس السلاح بتاعه كمان. المهم فاسيلي بيقابل داني وبيكون زعلان على زميله اللي مات في الفخ اللي اتعمل له، وبيعرف داني ان القناص الالماني نينجا اخر حاجه، وانه بيصطاده وهو ما بيتحركش من مكانه، وده معناه انه اسطوره. فداني بيهديه وبيعرفوا ان القناص الالماني اسمه كونيد، وان تم ارساله مخصوص من الالمان للتخلص منك، وده معناه ان انت اللي اجمد منه وعامل لهم دربكه. المهم يا عزيزي المشاهد بنشوف فاسيلي وهو بيلبس الحته الزفره علشان يقابل المبعوث. وقتها بيشوف واحد اسمه كوف، وده هيكون المساعد الجديد لفاسيلي. وداني بيقول له ان كوف عارف كل كبيره وصغيره عن الالمان وهيفيده في الايام اللي جايه. ومن هنا بتدخل تانية عليهم، وبنعرف ان دول نقلها من بهدله الحرب للمقر عنده لانها بتتقن الالماني كويس قوي وهتساعدهم في ترجمه رسائل كتير، وطبعا بتتعجب جدا بشكل بطلنا في البدله. وفي الاخر بيدخل فاسيلي للصحافه وبيسلم على المبعوث، والكل بيكون فخور بيه وبانجازاته. ومن هنا فاسيلي بيحلم باليوم اللي كان مع جده فيه وهو بيصطاد الديب، وبنعرف ان هو فشل في انه يصيبه، وللاسف الديب بدأ بالهجوم على الحصان، ولكن جده بياخد البندقية بسرعة وبيقتل الديب قبل ما يخلص على الحصان. اما فاسيلي فكان عمال يعيط ويطلب من جده ان هو يسامحه. وتاني يوم بنشوف فاسيلي وكوف في مهمة جديدة، وبيدخل هو واصحابه ممر سري، وفاسيلي بيشوف حد معاه سلاح كده، فبيوقف الفريق مكانه وبيبص من المنظار عليه، بس بيلاقي ان ديت جثة ميتة ومتحنطة مكانها. ولما بيلاقي ان الدنيا امان بيعدوا، ولكن للاسف العدو بيضرب عليهم نار، بس الحمد
الحمد لله جت سليمه ومفيش الا كوف اللي الرصاصه اخترقت البنطلون بتاعه بس بدون اي اصابه. وبيفضل طول اليوم هو وكوف مراقبين المكان، وكان كوف عمال يحكي له عن مغامراته. وهنا كوف بيشوف واحد من الاعداء بيعدي المكان التاني لتصليح المحطه، وبطلقه واحده بيخلص عليه، والتالت اللي معاهم بيكلفوه يروح يجيب متعلقات الجندي اللي قتلوه. ولكن للاسف بيتم القبض عليه من القناص الالماني اللي هيموت ويعرف المكان السري اللي فاسيلي فيه. لكن الجندي طلع اصيل ورفض الكلام وقال ان هو ما يعرفش اي حاجه، ولكن القناص كان خبيث ولبس الجندي نفس الزي بتاعهم علشان فاسيلي وكوف يفتكروه من الاعداء ويضربوا عليه. وقتها بس القناص هيعرف مكانهم فين، وفعلا بيتم تنفيذ الامر. وكوفي بيشوف زميله لكن مش بيقدر ان هو يتعرف عليه وبيقتله في ثانيه لثانيه. والقناص الالماني بيقدر ان هو يعرف مكانهم، فبيقرر فاسيلي انه ياخد كوف ويسيب المكان بسرعه. ولكن للاسف لما كوف بيجي يعدي الناحيه الثانيه بياخد طلقه من القناص الالماني بتنهي حياته في الحال. وبيبان على فاسيلي الانهيار لموت صاحبه. اما داني فكان عمال يبص على تانيا نظرت كلها حب واعجاب، وبيكون جايب لها اكل من المطبخ. بس تانيا بنتنا ولا كان مؤثر فيها اي حاجه من دي، وطلبت من داني انه يتم اعادتها للحرب مع الجنود يعني، لان حوار ترجمه الرسائل ديت مش جاي معاه سكه. ولما بيجي الليل بيرجع فاسيلي لداني وبيعرفوا اللي حصل، وان كوف اخد رصاصه فتاكه من القناص الالماني اللي دايما سابقهم بخطوه، وبيكون باين عليه الاستسلام. وقال لداني انه مش هيقدر يكمل في حوار البطوله دي. وكالعاده داني بيهديه وبيعرفوا ان هو لقى طريقه هيوقعوا بيها القناص الالماني وهيخلي فاسيلي هو اللي سابه بخطوه. وفي الاخر قال له ان تاني عايزه تحارب وترجع للخطر من تاني، وانه يتكلم معاها ويقنعها ترجع عن اللي في دماغها لانه خايف عليها. وفعلا فاسيلي بيروح يتكلم مع تانيا اللي كانت مصممه وراسها والف سيف ان هي ترجع تنضم للجنود وتمسك السلاح من تاني انتقاما لاهلها اللي ماتوا غدر على ايد الالمان. تعالوا نروح مع بعض للقناص الالماني اللي كان جايب لحمه وشوكولاته لساشا علشان يعرف منه الممر السري اللي فاسيلي بيعدي منه. وبما ان ساشا لسه طفل بريء ما يعرفش حاجه بيفرح قوي بكل ده، وبيعرف القناص المكان اللي فاسيلي بيعدي منه في اي مهمه بالتفصيل المميت. وتاني يوم على طول بيروح القناص لهناك وبيشيل الجثه المتحنطه وبياخد مكانها وبيفضل مستني فاسيلي. اما ساشا فكان بيصلح جزم العدو وبيبان عليه الندم من اللي عمله، وكان خايف جدا على فاسيلي البطل القومي بتاعهم واللي مع وصوله للمكان وكان بيعدي من المواسير والقناص كان سامحهم. واول ما فاسيلي بيخرج من الماسوره القناص بيضرب عليه نار لكن مش بيسيبه، بس السلاح بتاعه بيطير من ايده. اما الجندي اللي كان معاه فبيتم اصابته، وفاسيلي بيقول ارجع بسرعه من نفس الماسوره وهو هيقدر يتصرف مع القناص. وفعلا ده اللي بيحصل، وبنشوف فاسيلي اللي كان متحاصر من القناص الالماني ومش قادر يتحرك من مكانه، حتى لما بيعمل حبل يشد بيه السلاح بتاعه القناص بيطلع منه بيقطع الحبل. ده ايه العظمه دي؟ وهنا طيارات العدو بترمي قنابل على المكان فالازاز بيتكسر وبيقع على فاسيلي، وبيقدر القناص من خلال الازاز قدام فاسيلي انه يشوفه بكل وضوح، وبالتالي هيعرف كل تحركاته. وفي الوقت ده ساشا بيوصل لداني وتانيا وبيعرفهم باللي عمله وان فاسيلي اكيد محاصر من القناص. تانيا بتاخد سلاحها وبسرعه البرق بتوصله من نفس الماسوره، والقناص بيكون شايفه في الازاز وهو بيتكلم بس ما بيكونش عارف بيتكلم مع مين. وهنا فاسيلي بيعرف تانيا ان القناص موجود ورا الشباك ده لكنه مش عارف في اي اتجاه اليمين ولا الشمال، وعلشان كده طلب منها تجيب ازازه كبيره وتوجهها للشمس وبكده تعمل انعكاس وهيضرب في عين القناص فتنعدم الرؤيه عنده. وقتها فاسيلي هيقدر ان هو يتحرك من مكانه، وبالفعل ده اللي بيحصل وبتنجح خطه فاسيلي وبيقدر ان هو يشوش الرؤيه بتاعت القناص وبيتحرك من مكانه. وبعد يوم طويل بيرجع القناص الالماني لمكانه، وكان ساشا مستنيه بملامح كلها خوف وتوتر، وبيكون جايب شوكولاتات كتير لساشا علشان يحكي له اكتر عن فاسيلي. وللاسف ساشا بيعرفوا شويه معلومات عن فاسيلي زي ان هو وسيم جدا وبيحب بنت كيوت اسمها تانيا، وبيجود بقى شويه كلام من عنده. وبنشوف بقى تانيا وفاسيلي وهما بيتكلموا مع بعض وبيضحكوا وبيهزروا، وبنعرف ان تانيا وقعت في حب فاسيلي اللي عرفها انه شافها في القطر وهم جايين للمكان لما كانت بتقرا كتاب. من هنا بقى كانت الصدمه لما بنعرف ان ساشا شغال مع داني وكان بيديله معلومات يوصلها للقناص. وفي يوم جديد بيروح فاسيلي لداني وبيطلب منه ان هو عايز يكون جندي عادي، وده لانه مش شايف نفسه بطل ولا حاجه، وانه دلوقتي او بعدين يعني القناص الالماني هيلحقه وهيقتله. وقتها الشعب هيفقد الامل من تاني، ولكن داني بيرفض كلامه وبيعرفه ان هو بطل وقد اي حد، وانه يبطل الهبل بتاعه ده ويركز على قتل القناص لانه قدر يعرف المكان السري الخاص بيه. وبينادي على ساشا اللي عرفهم انه لما كان بيلمع جزمه القناص كان عليها رمل اصفر ومفيش الا منطقه واحده اللي فيها الرمله وديت المنطقه اللي ورا مصنع الكيماوي. وقتها فاسيلي بيتضايق جدا وبيزعل داني لانه استغل طفل بريء وخلاه جاسوس وده هيعرضه للخطر. وفي الاخر بيروح فاسيلي مع ساشا علشان يعرفوا المكان اللي لما وصل له لقاه مليان بالجثث، فبيستخبى وسطهم وبيستنى القناص الالماني. ولما بيطلع الصبح بنشوف القناص الالماني وهو في طريقه لمصنع الكيماوي
قوي. اما فاسيلي فكان عمال ينام على نفسه، وللاسف القناص بيعدي من غير ما يشوفه، وبتدور معركه ما بين جنود روس وجنود الالمان. وقتها بنشوف جندي كان عمال يقلب في الجثث، والقناص كان بيراقب المكان بالمنظار، وبيشوف النور اللي كان خارج من البندقيه بتاعت القناص بتاعت فاسيلي، وبيعرف ان هو موجود في المكان. ومن هنا الجنود الالمان بيوصلوا وبيشوفوا الجندي اللي عمال يقلب في الجثث، وبيثبتوه برصاصه في رجله. وبعدها بنشوف القناص الالماني مع المسؤول، وبيعرفوا ان فاسيلي خلاص مات، وده لانه لقوا متعلقاته مع الجندي اللي بيسرق الجثث. ولكن القناص مش بيقتنع بموته لانه ما شافش الجثه، ولكن المسؤول بيعرفوا ان الحوار انتهى، وان المهمه اللي كان جاي علشانها خلاص تمت، فملوش لازمه وجوده في المكان ده. خبر موت فاسيلي بيوصل للمبعوث، فبيتضايق جدا وبيفضل يزعل ايديني لان فاسيلي هو الوحيد اللي كان بيشجع جنود وشعب روسيا. بنروح مع بعض لساشا اللي كان عمال يعيط بسبب موت فاسيلي، وهنا القناص بيبتدي انه يشك فيه، وقال يعمل عليه خطه، وبيقول له ان فاسيلي ما ماتش ولا حاجه، وانه هيستناه بكره في محطه القطر. وبيعرفوا كمان ان الموضوع ده هيكون بينهم، وطبعا ده كان فخ لساشا علشان يعرف هو معاه ولا عليه. ولما بيجي الليل بنشوف فاسيلي اللي كان لسه عايش، وبيروح لداني، وبنعرف انه فاسيلي عمل كل ده لانه مش حابب يكون بطل. وقتها ساشا بيكون موجود، وبيقول ان القناص الالماني هيكون موجود بكره في محطه القطر لانه عارف انك لسه حي ومقرر ان هو يقتلك. وبيقول كمان ان هو قال لتانيا الكلام ده، وزمان تانيا في محطه القطر هناك، وفعلا بتبان تانيا وهي هناك وعماله تدور وتنادي على فاسيلي، والقناص بيشوفها وبيتاكد ان ساشا جاسوس للروس. في الوقت ده بيوصل فاسيلي لتانيا اللي بتفرح قوي بانه لسه عايش، وبيقرب منها وبيحضنها، ولكن للاسف داني بيشوفهم والغيره والحقد بيبانوا عليه، لدرجه انه بيرجع للمطبعه وبيقرر ان هو يكتب كلام وحش عن فاسيلي، وبيقول انه جبان وزور خبر موته علشان يهرب بس من وجباته اتجاه الوطن. وتاني يوم بنشوف القناص الالماني وهو قابض على ساشا، وقرر انه يقتله لخيانته ليه، وكمان بيخليه طعم الفاسيلي، والواد كان عمال يعيط ومش قادر يعمل اي حاجه. ومن هنا بنشوف تانيا وفاسيلي اللي كانوا نايمين في العسل ومش حاسين باي حاجه خالص، لحد ما تانيا بتشوف ساشا وهو مقتول ومتعلق بالشكل ده. وحفظا على سلامتك مش هجيب لك المشهد، فبتتصدم وبتنهار وبتاخد سلاحها وبتكون عايزه تقتل القناص، ولكن فاسيلي بيهديها وبيقولها ان ده اللي القناص عايز يوصل له، بانها تخرج له فيصطادها ويقتلها، وبيوعدها ان محدش هيقتل القناص الا هو، وهياخد حق ساشا وكل اللي اتقتلوا على ايديه. فبتروح تانيا بسرعه لداني وبتاخده على بيت ام ساشا، وبيكذبوا عليها بان ابنها طلع خاين واخد صف الالمان، وبيكون داني طلع لها تصريح بالسفر علشان تسيب المخزن اللي هي قاعده فيه لانه هيتدمر قريب. وفي الاخر بتقتنع وبتروح تانية معاها للمينا علشان توصلها، وللاسف بينزل عليهم قنبله فتاكه بتدمر المكان وبتصيب تانية، وبيعرفوا ان هي ماتت. ولكن ام ساشا بتلاقي دكتور بيقول لها ان تانية لسه فيها الروح، فبتترجاها انها تاخدها معاها للمعسكر الطبي وان معاها تصريح بركوب المركب، فبيوافق. فبسرعه ام ساشا بتكتب في ورقه ان تانية لسه عايشه وانها اخدتها للمعسكر الطبي لعلاجها. اما داني فراح بسرعه الفاسيلي اللي كان مستني خروج القناص لقتله، وكان داني مفكر ان تانية ماتت وكان حزين عليها جدا، وبيعرف فاسيلي بموتها وبيتاسف له على اللي عمله معاه، وبيقرر انه يصلح غلطته ويخرج من الشباك للقناص، وبكده فاسيلي هيعرف مكانه. وبالفعل بيعمل كده، والقناص بيديله طلقه في دماغه بتموته في الحال، وبيكون فاكر ان اللي مات ده فاسيلي، فبيخرج بسرعه من المخبأ بتاعه وبيفضل يبص يمين وشمال لحد ما بيحس ان في حد وراه، وبيكون ايوه يا صديقي فاسيلي اللي اخيرا قدر ان هو يسبقه بخطوه ويحاصره. وهنا القناص عرف انه خلاص النهايه واستسلم للوضع اللي هو فيه، وفاسيلي بيقتله برصاصه رايقه كده جابت اجله في الحال. وبعد 100 يوم بنشوف فاسيلي وهو في المعسكر الطبي بعد ما عرف ان تانية هناك، وبيسال عليها وبيدور عليها زي المجنون، فبيعرفه ان مفيش حد موجود بالاسم ده، ولكن هو ماشي بيلمح تانية على السرير وروحه بتترد له من جديد وبتكون تمام وبخير. وفي الاخر الحرب بتخلص وروسيا بتفوز على الالمان اللي اخيرا بيخرجوا من بلادهم، وبكده تكون رفعت الجلسه. ما تنساش انك توصل الفيديو ده ل 3000 لايك، ده احنا جيش 300,000 مشترك، يعني دولة بحالها. وقول لي كل اللي نفسك فيه في التعليقات لان انا بشوف تعليق وبرد عليه. ولو عجبتك القصة شيرها مع اقرب الناس ليك. بتحب الاكشن هتلاقي، بتحب التشويق والغموض موجود عندنا، بتحب الرومانسية برضه موجود، فاللي جاي كتير. ما تنساش انك تخش على القناة وتشوف كل اللي فات، لانك صدقني كل اللي هتشوفه فوق العظمة، وتكون على استعداد وتفعل زر الجرس وتستنى الجديد. وانا متأكد ان الفيديو اللي هيظهر قدامك ده قصته هتعجبك. وبس كده، سلام.